النتيجة دي كانت هتقف عند 2-1 لو مصطفى شوبير ما كانش موجود؟ السؤال ده مهم جدًا عشان نعرف إحنا بجد واقفين فين. خسارة 2-1 قصاد البرازيل، المنتخب صاحب التاريخ الكبير وأكتر المنتخبات اللي حاصلة على كأس العالم، خلّت الكل متطمن للمشاركة دي في كأس العالم وإن إحنا هنعمل نتايج إيجابية، ولكن أنا هاقول لك اللي ما حدش كتير عايز يقوله. في الدقيقة 7 جيماريتش سجّل للبرازيل، وفي الدقيقة 11 زيكو اتعادل، وبعدين في الدقيقة 52 البرازيل سجّلت التاني، 2-1 دي النتيجة النهائية، ولكن النتيجة دي كانت هتقف عند 2-1 لو مصطفى شوبير ما كانش موجود؟ السؤال ده مهم جدًا عشان نعرف إحنا بجد واقفين فين. شوبير في المباراة دي ما كانش مجرد حارس مرمى لمنتخب مصر، شوبير كان طوق النجاة لمنتخب مصر ولحسام حسن وللفريق بشكل كامل. تخيل إن مصطفى شوبير في الشوط الأولاني رغم استقبال شباكه للهدف إلا إنه تصدى ل4 انفرادات من نجوم العالم. فينيسيوس راح على شوبير وما قدرش يسجل، رافينيا راح على شوبير وما قدرش يسجل، وقيس على كده طول المباراة، شوبير هو اللاعب الأروع في منتخب مصر في المباراة دي. مش عايزين نحط أسامي مكان مصطفى شوبير عشان الناس ما تفتكرش إن إحنا بنصيد مصطفى شوبير، إحنا هنا عايزين نتكلم عن ماذا لو غاب التوفيق عن مصطفى شوبير. النتيجة كانت هتبقى قاسية جدًا، 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 وكان معظم الناس آرائها هتختلف. 2-1 من منتخب البرازيل نتيجة تخلّي الناس متطمنة، لكن الأداء هل هو مطمئن والّا لأ؟ الحقيقة إن منتخب مصر ما كانش عارف يخرج بالكورة، ما كانش عندنا اللاعب اللي يربط الخطوط ببعض في خط الوسط. مهند لاشين لاعب ممتاز ورائع وكلنا بنشيد بيه، ولكن في المباراة دي كان متوتر والتوتر كان واضح عليه وبان أوي في الهدف الأولاني لمّا مصطفى شوبير طلع بالكورة عليه بتمريرة عادية جدًا، وهو كان عنده المساحة والوقت اللي يمرر فيهم ولكنه ارتبك. لعب كأنه بيلاعب غزل المحلة ونسي إنه بيلاعب منتخب البرازيل اللي عنده بدل الفرد 2 و3 بيضغطوا وبيستخلصوا الكورة وبيتسببوا في هدف أولاني. بصراحة هدية على رأي أيمن الكاشف. المنتخبات الكبيرة مش محتاجة أكتر من غلطة عشان تعاقبك عليها، أنت عملت جيم دفاعي هايل في الشوط الأولاني، ولكن مع غلطة مهند لاشين اتعاقبنا ودخل فينا الهدف الأول. ربنا أراد إن مصطفى زيكو يعاقبهم بغلطة مشابهة أو غلطة ألعن من ماركينيوس لمّا رجّع الكورة بالتراخي أو برعونة لحارس مرماه عشان تلاقي مصطفى زيكو اللي ياخد الكورة ويسجّل التعادل. راحوا بانفرادات كتيرة جدًا نتيجة الضغط العالي اللي إحنا ما كناش قادرين نواجهه. كان في عندنا مشكلة إن إحنا عندنا ناس بتلعب كورة بشكل جيد ولكن بيتضغط عليهم ب3 و4 لعيبة، عندنا لعيبة في خط الوسط بتدافع كويس ولكنها ما بتقدرش تستلم وتسلم بسرعة. الكورة عندنا فيها خصمين مهمين، الزمن والمساحة. اللعيبة اللي بتحتاج زمن أكتر هي لعيبة الquality بتاعها أقل، اللعيبة اللي بتحتاج مساحة أكبر هي لعيبة الquality بتاعها أقل، وإحنا للأسف في المباراة دي خط وسط منتخب مصر كان بيحتاج مساحة وزمن أكتر بكتير من اللي المفروض يحصل في المستوى ده من المنافسات. في الشوط التاني وبعد تسجيل البرازيل الهدف التاني، إحنا بدأنا نفوق شوية بعد تغييرات حسام حسن بنزول إمام عاشور تحديدًا اللي بدأ يربط الخطوط ببعض، وكمان تراجع من منتخب البرازيل اللي لعيبته حست إنها قدمت مجهود بدني مش المفروض يلعبوا بزيادة عنه علشان هم داخلين على المنافسات الرسمية بعد كام يوم. علشان نيجي هنا ونشوف إن إحنا حتى وإحنا مستحوذين عندنا مشكلة في ترجمة هذا الاستحواذ لأهداف. منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن عنده مشكلة كبيرة جدًا وواضحة جدًا بالنسبة لي أنا على الأقل. المشكلة إنك بتأدي مباريات دفاعية هايلة جدًا أو مباريات هجومية هايلة جدًا، لكن عمرك ما شُفت منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بيلعب مباريات متوازنة. المشكلة دي مش قادر أشوفها غير إنها شيء من الخوف عند كابتن حسام إنه مش عايز يتعرّض لهزائم تقيلة تخلّي إقالته سهلة على لسان المسؤولين. اللي أنا عايز أقوله لحسام حسن دلوقتي أنت خلاص في كأس العالم، أنت حققت اللي ما حققوش غيرك، أنت لعبت كأس عالم كلاعب وبتشترك فيه كمدرب، فأنت خلاص قفّلت اللعبة زي ما بيقولوا. لو سمحت العب بشجاعة وما فيش مشكلة خالص بإنك تلعب بإمام عشان يربط الخطوط، وتلعب بفتوح عشان يطير، وتلعب بحمزة عبد الكريم عشان تستفيد من الطاقة بتاعة شاب صغير. العب بكل الأفكار الهجومية والجريئة
هتلاقي مردود كويس جدًا، لعيبة منتخب مصر عندها جودة تقدر تقدّم ما هو أفضل من اللي بيتقدّم حاليًا. بعد كام يوم هنقابل بلجيكا في افتتاحية مبارياتنا في كأس العالم. المباراة دي مش محتاجة خالص إن شوبير يتألق وخط الدفاع يغلط والخط الوسط يتوه والهجوم ما يبقاش له ملامح. إحنا محتاجين في المباراة دي إننا نشوف لعب متوازن، فريق عنده خط وسط قوي قادر يربط الخطوط ببعض، فريق عنده خط دفاع متماسك قادر يطلع بالكرة بشكل جيد، فريق عنده ملامح هجومية واضحة وصريحة مش بتعتمد على اجتهاد زيكو أو مهارة صلاح أو روعة مرموش. وفي الآخر أقدر أقول إن النتيجة كانت كويسة، ولكن الأداء بصراحة قلقني أنا. أشوفكم على خير.